مسا الخير عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. انا في نعمه والحمد لله. الوصفه تاع نهار اليوم جبت لكم الوصفه اللي حتنحي لكم الحيره في هاد الايامات مع السخانه اللي راهي وكامل. جبت لكم سندويشات خفاف بنان بخبز البالون. نبداو بسم الله على بركه الله. تعرفوا مقادير الوصفه وطريقه التحضير ديالها. اللي هنا نحتاجو كاس تاع الحليب يكون دافي مع نص كاس تاع الماء فانك يكون دافي، مغرفه كبيره تاع السكر ومغرفه كبيره تاع خميره الخبز. لهنا اللي عندها حليب مجفف لحظه تزيد تضيف مغرفه حتزيدها في البنه، وزيدوا ضيفوا معاها زوج مغارف كبار تاع الزيت. انا لهنا كنت نسيتها من بعد ضفتها دوك تشوفوا معايا في لا فيديو. خلطوا كامل هادو السوائل مع بعضهم وخلوهم يخمروا واحد المده 5 دقائق حتى تشوفوا الخميره تاعكم باللي تفاعلت. ومن بعد نعاودوا نولوا ليها غطوها مليح يا البنات باش ما يدخلهاش كامل الهواء. لهنا راح نغطيها ودوك تشوفوا بعد ما ندوز عليها 5 دقائق. لهنا دازت عليها 5 دقائق كنت استعملت كاس تاع سميد رطب. كنت استعملت انا السميد هذا يشرب لي شويه يسمى الخريط. جاني شويه شغل حاكم روحو كيما راكم تشوفوا حكم روحو على خاطر السميد يشرب. كاين سميد اللي يشرب كاين لا لا. درت له هذيك جوج مغارف تاع الزيت اللي كنت نسيتهم نتوما ديروهم من الاول. وراني نخلطهم هكايا مليح ونحاول ندخل مليح هذاك الزيت. تقدروا ديروا زيت نورمال ولا زيت الزيتون كيما تحبوا. ضربت هكايا مليح من الفوق للداخل باش ندخل كامل هذوك المكونات مع بعضهم. وراح نعاود نزيد نخليهم يخمروا لمده 10 دقائق ونغطي عليهم ونعاود نولي ليهم. انا هنا بعد ما جلست عليها 10 دقائق والعجينه تاعي تفاعلت وخمرت. راح ندير لها كميه تاع الملح اللي نحتاجها انايا في الخبز. راح ندير لها مغرفه صغيره تكون معمره مليح تاع الملح كيما راكم تشوفوا في الفيديو. وراح نزيد نضيف لها كاس تاع الفانينه. انا ندير بشويه على خاطر كيما قلت لكم السميد تاعي يشرب. نتوما ضيفوا غير بشويه. قادره تديكم كاس ونص قادره تديكم كاس وربع كيما انا في هذه العجينه دات لي كاس وربع تاع فارينه. نبقى هكايا نلايم غير في العجينه هكايا غير بشويه ونحاول نخليها طريه وتلصق في اليدين. ما نيبسهاش بزاف. دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاش يولي. نحاول نلايم كامل هذوك الاطراف باش العجينه تاعي ما تاخذليش بزاف من الفرينه وتيبس لي. كيما راكم تشوفوا انا كي نسيتها لقيتها بلي لاباس عليهم ما نزلتلاش كامل الفرينه. انا لهنا دات لي كاس وربع تاع الفرينه. نتوما تقدروا ديرلكم حتى الكاس ونص. هذه هي العجينه تاعي. نتلكها هكايا غير شويه اللي تقدر تتلكها ونخليها تخمر. لهنا نوريكم شحال دات لي. لهنا دات لي غير ربع كاس. ولا هنا ندوزو للحشو. انا كنت استعملت حشو بكبد الدجاج. كنت درت هكايا مقيله درت فيها شويه تاع الزيت ودرت لها الزبده. وكانت عندي الكبده تاع الدجاج قطعتها غسلتها مليح بالخل وقطعتها هكايا ديبتي دي صغار وطيبتها هكايا قليتها هي الاولى غير بالزيت وشويه زبده. نحب ندير لها زبده باش تجيني بنينه. نبقى هكا نخليها حتى تتقلى وتغلي كامل هذوك العصارات تاعها. ومن بعد راح ندير لها لي زيبيس والثوم وكامل. لهنا بعد ما جلست عليها وتقلت انا نحسب كنت نصور ولا ما كنتش نصور. درت لها شويه تاع الملح شويه تاع كرويه شويه تاع فلفل كحل شويه تاع كري وثلاث ستينات تاع الثوم وعلى راس مغرفه يعني تقدروا نص مغرفه ديروها لها تاع طوماطيش مصبره ولا قل شويه ديروا غير ربع تاع على راس المغرفه ديروا لها شويه تاع طوماطيش مصبره. ودرت لها العكري ثاني وخليت كل شيء يتقلى مع بعضه باش يطلق لي كامل البنه وتدخل كامل البنه في بعضها. لهنا بعد ما خليتها تقلات على نار قليله جيت درت لها نص كاس تاع الماء وخليتها تكمل تطبخ. نسحق فيها شويه تاع الماء باش لي الساندويتش تاعنا كي ندير فيها هذا الحشو ما يجينيش ناشف. فوالا نغطي عليها ونخليها تكمل الطيب لمده 5 دقائق ما نخليهاش تجرب بزاف. الا هنا العجينه تاعي بعد ما خبرت نحيت لها ديازت لها كامل هذيك الخمور. هنايا صافي بون تقدر تخمر لكم 15 دقيقه وهي خمرت. تقدروا تكونوا انا ليه خمرت لي هذه العجينه. هذاك النهار اللي كنت درت فيه هاد لي ساندويتش كانت السخانه بزاف كانت النار على النار.
المهم قلت لكم انا 15 دقيقه كانت خمرت لي العجينه. نتوما تقدروا تديكم حتى 20 دقيقه 25 دقيقه، سا ديبو على حسب الحال تاع المطبخ كيفاش كان. دي غازيتا وحاولت نقسمها هكايا كيما راكم تشوفوا بعد ما درتها بودا. وانا نعبر دائما بصباحتين تاع يديا، ندير 3 دوا ونقسم على الحبه على صباحتيه. تجيني كامل السم كيف كيف، ولي نشوفها صغيره نزيد لها شويه من العجينه باش يجوني كامل الحبات كامل كيف كيف. ونستعملوا ثانيك الفاينه راح تعاوننا بزاف باش نحلو هذيك العجينه، على خاطر العجينه راهي بزاف طريه وطلقه روحها بزاف. انا كانت عندي هاد السنيوه كنت رشيتها هكايا غير بشويه تاع فرينه ونكور كامل هادو الحبات ونحطهم كامل في هذيك السنيوه. وضروري السنيوه تاعكم ترشوها بالفاينه باش الحبات تاعكم ما يلصقوش. وغطوهم كيما راكم تشوفوا، غطوهم هكايا وبداو بالحبه الاولى اللي كنتو خدمتو بها وكورتوها هي الاولى. العجينه ضروري تغطوها باش ما تنشف لكمش. هاد العجينه راح نستعملها مباشره بعد ما نكمل نكورهم ونغطيهم. نبدا بالحبه الاولى هي اللي نفتحها الاولى، ندير شويه تاع السميد الرطب ونفتح الحبه على سمك يكون شويه رقيق، ما نخشنهاش بزاف. كي تكون رقيقه راح تتنفخ لكم، ما الا خشنتو راح تجيكم كيما المضلوع. كنت نديرها هكايا في منديل يكون مقيقين، درت له شويه تاع السميد وكل حبه نحطها ونغطيها. نكمل كامل هذو الحبات بنفس الطريقه. ودوك نوريلكم كيفاش درت الحبات وكيفاش طيبتهم. هنا قبل ما تكملوا الكميه تاع العجينه كامله تكوروهم، اشعلوا الطاجين تاعكم ولا اشعلوا المقله اللي حطيبوا فيها وخلوها تسخن. هاد العجينه راح تخلوها تخمر 10 دقائق، ما تزيدولهاش. الا خمرتوا فوق ال10 دقائق ما راح يتنفخوا لكم. لهنا انا عندي هاد المقله اللي نطيب فيها ليك خاب وكامل. درتها تسخن، خليتها واحد نص ساعه وهي تسخن. ومن بعد كي جيت حنطيب نقصت للنار، خليتها على نار متوسطه. درت رفدت الحبه الاولى اللي كنت خبزتها معاكم، درتها فوق الطاجين وغير جزت عليها واحد دقيقه هكا كل دقيقه ونص. عاودت قلبتها، راح نبقى نقلب فيها هكايا كل دقيقه ونص 2 دقائق هكاك نقلبها حتى تتشكل لي العجينه تاعي وتتنفخ. دوك تشوفوا كيفاش تنفخت لي، ما نبانش راهي باينه لكم ولا لا. مي العجينه انا قد ما نقلب فيها قد ما هي راهي تزيد تتنفخ ويجي القلب تاعها فارغ. ان شاء الله تكون الوصفه ولا الطريقه اللي نوريكم فيها تكون لحقت لكم. انا لهنا صورت معكم غير خبيزه باسكو كانت سخان هذاك النهار والتليفون كان جوست فوق هذيك المقله ولا هذاك الطاجين، تخرج لي سور شوفي من التليفون، يعني ما تحملش هذيك السخانه تاع النار. فوالا ان شاء الله الطريقه تكون وصلت لكم والفكره. شوفوا لهنا كيفاش راهي بدات تنفخ لي، ما لازمش تثقبوهم باش يتفخوا لكم مليح ويطلعوا لكم بيان هادو الخبيزات. وما تخلوهمش يخمروا كما قلت لكم فوق ال10 دقائق. الا خمروا لكم فوق ال10 ما راحش يتنفخوا لكم. سايو كيفاش طيبوا، الا كان طاجين شويه كبير سايو كيفاش طيبوا ب3 ب4 باش تكملوا ليه والعجينه ما تخمرش فوق حدها. فوالا انا لهنا بدات تنفخ لي، شوفوا كيفاش راهي. وراح نكمل نحمرها مليح وفي الاطراف نحوشيها هكايا على النار، ولا نحب نحوشيها هكايا في غير فوق المقله ولا فوق الطاجين كيما راكم تشوفوا. شوفوا لهنايا الشكل تاعها كي حمرت كيفاش بانت بلي راهي منفخه. انا كامل الحبات جاوني هكايا، كنت غير نزرب. قلت لكم نسيت معكم غير حبه على رجال التليفون كان يسخن لي بزاف هذوك الايامات. مي نورمالمون الطريقه راهي واضحه. لهنا الاطراف كيفاش نحب نحمرهم، نحب نحرقهم في النار كيما المطلوع، ولا نحب نوقفها هكايا غير مع هكايا غير في الكوتي هكايا حتى يتحمروا لي. نكمل نطيب كامل هذوك الحبات ومن هذوك الاطراف يتحمروا كيما راكم تشوفوا. انا حبيت نزيد نسيي معكم هذه الحبه من التليفون لا غالب. لهنا نكمل كامل هذوك الحبات ونغطيهم هكايا بطرشونه اللي تكون مقيقيه ولا منديل. وشوفوا الحبات تاعي كيفاش يجوا خفاف فارغين بزاف هايلين. كيما وريت لكم قلت لكم برك ما تفوتولهمش المده تاع الخمر 10 دقائق ما تزيدولهمش. وهذه هي. ودوك تشوفوا معايا الحشو كيفاش جا. انا كنت استعملت كابيتالاج اللي كنت بارطاجيتها معكم، خليتها حتى نكمل الطابط وخليت فيها شويه من هذيك المرقه باش الخبز تاعي يجيني مشرب وما يجينيش ناشف. هذايا لازم له لي صوص بزاف. درت له حبيبه تاع فرماج ودرت له فانيك المايونيز اللي تحب دير صوص ميزون صوص طاغ
اللي تحبوها زيدوها. هو هاد لي ساندويتش يحبوا بزاف لي صوص باش ما يجيكمش ناشفين ويجوكم بنان، وتقدروا تحشوها باي حاجه حبيتوها. انا لهنا كنت بارطاجيت معكم هاد الوصفه تاع بالكبد الدجاج وجاو بزاف بنان. تحبوا ديروا شاورما، تحبوا ديروا لي زيسكالوب، تحبوا ديروا سالاد معاهم كيما تحبوا، يعني الحشو يبقى لكم اختياري، الهريسه تان. انا مهم نعطي لكم الوصفه بالتفصيل وناجحه مليون في المية، والباقي الحشو يبقى لكم كنت قدمت لكم هكايا مع شويه تاع الزيتون فاغيي من هذاك الحار. جو بزاف بنان خفاف مع كاس جو يكون بارد هكا ولا كاس موخيطو يجو روعه في البنه. لا راح نقسم لكم الحبه، شوفوا كيفاش جات بالداخل، ونقسم لكم الحبه. الخبز جا بزاف خفيف، ومع العيش كنت استعملت تانيك قليت البطاطا زدتها معاهم. وفي كل ساندويتش درتلو كاين درتلو الهريسه وكاين درتلو كاتشاب، كل واحد واش درتلو على حساب الذوق تاعو في الافراد العائله. لهنا بعد ما قسمت لكم الحبه شوفوا كيفاش جا بزاف خفيف بنين، كي الحشو كي لي صوص هذاك اللي درته لهم جا ما شاء الله. نتمنى من قلبي انكم تجربوهم. وللحق لهذا المرحله من هذا الفيديو نقول لكم ما تنساوليش الجيم والكومنتير وبقاو على خير.